بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وبكفوف وإن شاء الله من حوضه يروينا. صلوا عليه يا حضار. وش راكم اخياتي، وش راكم بنياتي؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا نتاعي بخير على خير، ويلقاكم صحاح ومتهنيين، وربي يهنيكم ويهنينا. والحقيني حنونتي الكوزينه. يمكن ما شفتي في اول الفيديو راح نديرو خبيزات محشيين اقتصاديين، يعني جاو هشاش. هروحي حنونتي معايا الكوزينه وش راح نوجدو. لهنا جيبي حنونتي الكيوانة نتاعك. حطيت فيها لهنا 3 كيسان نتاع فارينة، وزدت لها نص كاس نتاع دقيق. وبطبيعة الحال ديما التوأم اللي يمشي معانا كي مغرف سكر ومغرف خميرة كبار. وبطبيعة الحال الربح على حسب الكونتيتي نتاعك. ولهنا درت حوالي 3 مغارف نتاع زيت. اذا كان بغيتي ديري زيت زيتون من الاحسن ديري زيت الزيتون، واذا كان بغيتي ديري زيت السونغ هذيك حاجتك. جيبي حنونتي لهنا كيلة نتاع حليب، يكون بطبيعة الحال دافي بلي بيه العجينة نتاعك. انا يعني لهنا درت كيلة ونص، وجبت سما بالاحرى جبت 2 كيسان، وها هو كي واش قعد لي من الكاس الثاني. ها هي كي العجينة نتاعنا حنونتي. سما ما هي ترزق في اليدين كما يقولوا. ما هي ديما نقول لكم العجينة نتاع الاخر لازم تخليها شوية مرخية. ها هو كي الحشو حنونتي اللي راح نحشو به الخبيزات نتاعنا. انتي حنونتي كل واحد كما احنا الحشو نتاعو. ها هي كي العجينة نتاعنا وين طلعت، جات يعني ما شاء الله. قلنا جي نسمة راح نديرو خبيزات تسلكي بهم كما يقولوا العشاء نتاعك. انا المهم دوك نخرجوا كما قلنا لي غاز او نحيو الخمور العجينه نتاعنا، يعني ما توليش تعجنيها، مجرد يعني تنحي لها هكذاك يعني الخمور كما قلنا بدون ما تتعجنيها. اقسمي دوك حنونتي العجينه نتاعك على كيما حنا على حجم الكوريات اللي بغيتي ديريهم ولا الخبيزات اللي راح ديريهم. لان هنا نقطعو كيما حنا في العجين تاعنا. واللي وصلت حنونتي معايا لهذا المقطع هذا، ما تنساناش حنوناتي الاولى والاخرى ديما نقول لكم بالدعاء. وثانيا بجامو كومونتير زين كيما المتتبعات نتاوعي. وبطبيعه الحال يدخلوا جد ما ينساوناش بابوني اذا كان عجبهم المحتوى نتاع القناه نتاع انا ميري وبناتي. دوك حنونتي جيبي الاولى كيما حنا اللي خدمتيها، بداي بالاولى بطبيعه الحال. ابصي هكذا بيدك، واذا كان بغيتي تبصي بالحلال انت حره. المهم هي مادام كوريات صغار ديري بيدك خير، وخلي الوسط نتاعها ما تبسطيش تسمى مليح، باش من بعد كي تقفلي كيما حنا الكبيره نتاعك يجيك تسمى كيما من الفوق كيما من التحت. الجوانب رقيهم كيما يقولوا، والوسطاني خليه شويه كيما حنا فيه شويه سمين، باش من بعد كي تقفلي لابول نتاعك كيما حنا ولا الخبيزه نتاعك تجي تسمى كميه العجين كيما من التحت كيما من الفوق. المهم الحشو هذا درنا شويه لاصوص هو الاول، وزدنا له شويه بطاطا مقليه، وزدنا له شويه فرماج وشويه طون. المهم حنونتي قلنا الحشو الشي اللي عندك، وديريها هكذا شغل ديريها حزمه هكذا حنا ولا رزمه، والشكل كيما حنا قلنا انت وكيما بغيتي تشكليهم. نزيدو نخدمو حنونتي وحده قدامك حنونتي، وخاصة يعني بطبيعة الحال نهضروا مع المبتدئات. قلنا خبزي الجناب والوسطاني خليه شويه تسمى، ماشي تخليه طول. المهم خليه شويه كيما حنا ملحم، باش تجيك نفس العجين اللي يكون الفوق يكون لتحت. درنا لهنا لاصوص، لان انا درت تسمى شويه لاصوص مع شويه فلفل، ومن بعد زدنا شويه بطاطا مقليه قصيناها مربعات، ومن بعد شويه طون، ومن بعد بطبيعه الحال شويه فرماج، ومن بعد زيتونه خضر على الاخر. المهم قلنا الحشو لهنا الواجد من الموجود اللي عندك حنونتي. المهم حنوناتي هكذا وجملي كيما حنا لمي الجوانب نتاع الخبيزه نتاعك. المهم اعتذري على شويه الحس نتاع البنات هم يديروه في الحس لا علينا. المهم هنا وين كملنا كيما حنا الخبيزات نتاعنا، يعني درنا كيما حنا الصينيه الاولى. جيبي حنوتي الصفر هذاك بطبيعه الحال هنا يا اخي ما درناش الاخر. جيبي المهم بيضه، ديري لها شويه حليب ولا شويه قهوه ولا باللي بغيتي، لان هاي جاوني المساعدات نتاوعي هم راح حتى هما يخدموا، انا نعطينا نديروا هنا. هاني حتى هما راح عطيت لهم حتى هما يديروا. المهم
قالت اخرى مول العقل شويه يطول باله مع الوليدات نتاع الوقت هذا، ساعه ساعه دخليهم معاك الكوزينه ونعتي لهم كما يقولوا خدمي قدامهم، ولا نعتي لهم ساعه ساعه هكذا باش هايك حتى هي لهنا وراها دير. المهم قالت اخرى اللي ما عندوش ذريه ربي ان شاء الله يرزقه بالذريه ان شاء الله الصالحه، ويعمر كل حجر مؤمنه اللي ما عندهاش. المهم لهنا هي كي دير حتى هي، ربي يحفظ ان شاء الله وليداتنا ويجعلهم من اولاد الصالحين ان شاء الله يا ربي. المهم قلنا ساعة ساعة يعني تخليو هكذا ولادكم يشاركوكم في الكوزينة، باش المهم شوية كيما حنا ما يقلقوكمش، شوية باش يهزوا قاش الأخرى هذا يعني حوايج كيما حنا من الكوزينة. سما وإن كان يعني كيما حنا هما كيقعدوا يخدموا هذيك هي حنا المتعة نتاعهم. ربي يحفظ وليداتنا ان شاء الله وولاد المسلمين الكل. المهم قلنا حنوناتي تسمى قاش الاخرى الخبيزات هذو يعني ينحيو عليك الحراسة تعيا واش ديري عند العشاء، ديري هاد الخبيزات هذو يعني خفاف وما يديولكش الوقت ويعني ما مش مكلفين. حبيبات بطاطا تقليهم وشويه لاصوص وشويه فرماج تسمى اذا كان عندك المرابي هذاك يعني ماشي حاجه اوبليجي، وبطاطا يعني كيما حنا ساعه ساعه الواحد هكذا يقلش روحو قالش الاخر ماشي ديما. ها المهم حنوناتي هذا هما الخبيزات اللي درتهم ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو هذا، واللي جربت قالت الاخرى الخبيزات هذو وعجبوها ما تنسناش بالدعاء. ها ما كاين لهنا وراهم يدهنوا في الخبيزات اللي داروهم. المهم حنوناتي قلنا اللي ما تنسوناش حنوناتي بجام وكومونتير زين كيما نتوما، وبطبيعة الحال يعني اللي دخلوا جدد مرحبا بهم فضلا وليس امرا، ما ينسوناش بابوني المهم حنوناتي خي قلت لكم انا كي نجي نسجل الفيديو تخوني الكلمات. انا هاني نسجل في الفيديو والمطر هاو يصب ان شاء الله يا ربي صيبا نافعا ان شاء الله يا ربي يغيثنا ربي بالامطار. ها المهم حنوناتي ها هما كي الخبيزات نتاوعنا وين وجدوا طيبناهم جاو ما شاء الله جاو حميمرين وجاو خفاف والمهم قلنا حاجه قاش اخر تسلكي بها العشاء نتاعك. هاني نفتح لكم لهنا وحده هذه يعني من الحبات اللي داروهم البنات. دوك نحل لكم نفتح لكم وحده من اللي درتهم انايا. اسم لهنا هما الحشو ما داروش فيه بزاف. ها كل الحشو تسمى جا ما شاء الله جاو تسمى خفاف وجاو يعني قاس الاخرى مفرمشين. المهم هذا هو الفيديو نتاعنا، وما تنسوناش قلنا حنوناتي ديما نقول لكم تسمى بجام وكومونتير زين كيما نتوما، وفي اخر الكلام صلوا على رسول الانام والسلام.